دلوقتي فقط اخبارنا خلصت، احنا هنروح لتقرير صغير عن ذكرى كابتن رضا ساحر الكره ونجم نجوم الاسماعيلي. في نجوم الاسماعيلي كتير جدا بيتحدثوا عن كابتن رضا في التقرير ده، ويمكن هي الذكرى 47 لرحيل نجم نجوم الدراويش معشوق جماهير النادي الاسماعيلي، كانت يوم 28/9/1985. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع نبدا معاكم حلقتنا او فقره كبيره مع الاستاذ احمد عبد الحليم عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي. خليكم معنا. لما سئل بيليه كان بيلعب كوره، قالوا مين احسن لاعب في الفريق المصري؟ قال الولد الرايت وينج الصغير ده اللي كان رضا، كان اصغر لاعب في الملعب كله في ال 22. قالوا مين؟ وكان بيليه يعني مين؟ قال له وهو كان موهوب زي ما بقول الاخ سليمان، ده موهوب عند ربنا برضه، ما اقدرش اقول يعني هيبقى عند ربنا. رضا يتلاعب بدفاعنا الدولي، يعني كان دفاع الزمالك كان كله رأفت عليه، كل دول كان رضا ما شاء الله، يعني كان هبة من عند ربنا. بيعمل اللي هو عايزه في الكورة، والكورة مهوداه ومطوعاه، يعني كلنا نتفرج عليه لما يلمس الكورة ويكسب، وأي فاول يشوطه جون. رحنا نلعب في اسكندرية مع الاتحاد، وما كانش يعني ما فيش فلوس، رحنا ب20 جنيه جابها لنا أخوه كمال مرسي، ورجعنا واحنا راجعين كسبنا 1-0، واحنا راجعين ادانا كل واحد 50 قرش رضا. ما فيش يوم بيمر لما كلنا وكل أصدقائه بنذكره بالخير، لأنه كان إنسان طيب، وكان رياضي على خلق، وكان ابن بلد الجدع الحبوب اللي الكل بيحبه، وكان زي نسمة الهوى الجميلة. كان ساحر الكرة بحقه حقيقي، يعني ساحر الكرة كان يعني بقول لك علامة من علامات الكرة المصرية، مش كرة الإسماعيلوية. ده كان أسطورة في كل حاجة، مش لعب كورة بس، مش فن، مش حب للناس، مش قلب طيب، مش مجدعة، مش انحياز لإسماعيلية وولاد إسماعيلية، ده انحياز كان بينحاز لتراب إسماعيلية. الكابتن رضا عايش مننا ولسه لغاية دلوقتي 45 سنة، اللي عايز أقوله لأي واحد إنه ما كانش كابتن وعدى وخلاص، لا، كابتن لسه عايش في قلوبنا، لانه فعلا مش ساب بصمه كرويه بس، ساب بصمه على ان واحد بيعشق اسماعيليه وبيحب اسماعيليه وقاد اسماعيليه في ظروف صعبه جدا. كنا يأسين جدا ان الاسماعيلي ده ممكن يطلع تاني للممتاز. الوحيد اللي كان مش يائس كان هو المرحوم رضا، ومن شعوره ده بالامل انتقل الى لاعبته زمايله في الملعب، انتقل الى جماهير الاسماعيليه كلها. فقيمه رضا كلاعب ناس كتير قالت عليه، انما انا بتكلم من جانب ان هو بعث الامل تاني، وخلى جمهور الاسماعيلي يستحمل 4 سنين في منتهى الصعوبه. لعبنا الترسانة وكسبنا 4، ورضا الله يرحمه حط ال4.